بص يا صاحبي، حضر نفسك. القصة اللي هحكيها لك النهاردة حقيقية، حصلت في قرية ريفية في مصر من سنين، اسمها غزل. وكانت غزل فعلا، كل البنات في القرية كانوا بيغيروا منها، من جمالها. لكن جمالها ده كان بداية نهايتها. غزل بنت 20 سنة، كانت أجمل بنت في القرية. شعرها أسود طويل، عيونها واسعة، وضحكتها بتخلي الكل يحبها. كان في شاب اسمه مصطفى ابن الجيران، معجب بيها من زمان. لكن مصطفى كان عاطل، مش عنده شغلانة، عايش مع أمه. راح يتقدم لغزل، أهلها رفضوه، قالوا بنتنا ما تترميش على واحد معهوش قرش. أم مصطفى ما استحملتش الرفض، قالت هو احنا أقل من الناس؟ راحت لدجال في قرية مجاورة. الدجال كان اسمه الشيخ فراج، كان بيشتغل بالسحر الأسود. أم مصطفى قالت له عاوزة غزل تحب ابني وتوافق عليه. الشيخ فراج قال لها السحر الأسود له تمن. طلب منها فلوس كتير وبخور وحاجات من بيت غزل. عمل السحر واستدعى جن اسمه سليم، قال له روح لغزل ووسوس لها عشان تحب مصطفى. سليم نزل القرية في نفس الليلة، راح بيت غزل ودخل الأوضة بتاعتها. أول ما شاف غزل نايمة اتجمد مكانه، قال في نفسه يا سلام، دي مش بنت، دي حلم. نسى المهمة بتاعته، ما بقاش عايز يوسوس لها، عايزها هو. سليم كان جن ووقع في حب بنت. من الليلة دي غزل بدأت تتغير، بقت تحس إن في حد معاها في الأوضة. في الليل كانت تسمع همسات في ودنها، صوت راجل ناعم بيقول غزل أنا هنا، أنا جن بحبك. غزل كانت بتخاف، لكن الصوت كان بيطمنها. بدأت تكلمه، تسأله أنت مين؟ قال أنا سليم وأنا عايزك. أهل غزل لاحظوا إنها بتتكلم مع نفسها في الليل. أمها قالت أنت مالك يا بنتي؟ غزل ما ردتش. في يوم أمها شافت ظل راجل واقف في ركن الأوضة. الظل اختفى لما دخلت. جابوا الشيخ القرية. الشيخ قال فيها مس عاشق، دي جن عايزها، مش عايز يسيبه. الشيخ قرأ عليها. سليم ظهر في الأوضة، شكله ضبابي، عيونه بتنور. قال للشيخ أنا مش هسيبه، أنا بحبها وهي بتحبني. الشيخ قال ما ينفعش، هي بنت آدم وإنت جن. سليم صرخ أنا جيت لها قبل مصطفى، أنا اللي بحبها وهي هتفضل معايا. الشيخ فضل يقرأ عليها 40 يوم. سليم كل ما يضعف يرجع تاني أقوى. غزل بقت ضعيفة، وشها شاحب ومش بتاكل كويس. في ليلة سليم ظهر لها وقال لها أنا هخليكي معايا تحت الأرض في عالمي، هنسيب مصطفى وأهلك والدنيا كلها وهنعيش مع بعض. غزل رفضت، صرخت أنا مش عايزاك. سليم غضب، قال أنت هتندمي. في الليلة دي غزل صحيت الصبح، لقت نفسها مش قادرة تتحرك، جسمها تقيل وعيونها مش باينة. أمها جريت عليها. غزل بصت لأمها وقالت بصوت مش صوتها أنا مش غزل، أنا سليم، وغزل دلوقتي معايا تحت الأرض. لحد النهاردة غزل لسه قاعدة في الأوضة، مش بتتحرك، مش بتتكلم، بس عيونها بتلمع في الليل. والناس في القرية بيقولوا إن سليم لسه معاها وإنها بقت جزء من عالمه. سؤال ليكم، لو كنت مكان غزل كنت هتقاومي ولا هتستسلمي للجن العاشق؟ شاركونا في التعليقات. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس. انت دلوقتي في عالم الإمبراطور.